السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كوزين مريومة. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم باش نعملوا كسكسي قمح بالخضرة، يزينا من اللحم ويزينا من الحوت. باش نعملوا حاجة صحية ونسنسوا صغيراتنا بالخضرة. اليوم باش نعملوا كسكسي قمح بالخضرة. هذوما المكونات متاعنا: نحتاجوا فلفل، نحتاجوا جزر سفناريا، نحتاجوا بطاطا، نحتاجوا بصل، نحتاجوا هذا الفول. باش نعملوا اليوم بالفول الاخضر والفول الشايح، زوز مع بعضهم، مش نخلطهم مع بعضهم. نحتاجوا فول اخضر وفول شايح، وهذا خرشف كان تعرفوه، من عرف شنو يقولوا له في المغرب ولا في الجزائر. المهم هذا الخرشف. ونحتاجوا الكسكسي القمح متاعنا هذا. من بعد نعملوه بشويه زيت شويه ماء، نوريكم كيفاش نعملوه. والفحاط متاعنا زوز مغارف كبار طماطم معجونه، ونحتاجوا شويه ثوم شايح، شويه ملح، زوز وحايد قرنفل، زوز عود قرنفل، شويه فلفل اكحل، وشويه تابل، وشويه كركم، وشويه فلفل احمر، وكاس زيت. نبداو نطيبوا الكسكسي نتاعنا. اول حاجه لازمنا مقفول كيما هذايا ولا قدره كسكاس باش نطيبوا فيه. نحطوا الكسكسي فوق المرقه اللوطه. واول حاجه نبداو نعملوها نحطوا الزيت الزيتونه. اول حاجه نحطوا الزيت الكاس الزيت في الطنجره نتاعنا. يسخن شويه الزيت، وبعد نحطوا الفلفل، نعميو الفلفل نقليوه. خرج الفلفل صايب قلة، ومن بعد نحطوا البصل طو نرميه. حطيت طماطم المعجونه نتاعي، المليح والبصل تتقلى شويه. خليو الطماطم نتاعنا تتقلى هي والبصل، ومن بعد تو نحطوا الفحاط نتاعنا، الملح والفلفل الاكحل والكركم والتابل. اما الفلفل الاحمر اخر حاجه. حطيت الفحاط نتاعي حركته تو حطيت الفلفل الاحمر ونمرقوا بالماء. تو كهو نصبوا عليه الماء السخون نتاعنا. وتو نحطوا الخضره نتاعنا، البطاطا والكل الخضره اللي قلت لكم عليها الكل نحطوها تو في المرقه طيب. حطيت الخضره نتاعي تو كلها في المرقه. نزيدوها شويه ماء اخرى تتغطى بكلها، ومن بعد نحطوا من فوق الكسكاس نتاعنا. وطو باش نوريكم كيفاش باش تحضروا الكسكسي. نحطوا الكسكاس نتاعنا تو في فوق. هذا الكسكسي القمح نتاعنا، حطيت فيه شويه عود قرنفل، وتو نحطوا عليه شويه ملح وشويه زيت، ونبثبثوه الكل بيدينا. تو نبثبثوه الكل بيدينا. تو بعد ما حطيت فيه الزيت وحطيت فيه شويه ملح نبثبثوه كله هيك بيدي الكل يولي كعبه كعبه. ومن بعد نبداو نزيدو في الماء الدافي بشويه بشويه. بسم الله. نبداو نزيدو ونخلطو هيك، نزيدو بيدينا ونخلطو. شفتوا كيف انه مش يعني برشا فيه ماء. خليوه يشرب الماء نتاعو، ومن بعد كي نشوفوه شاح صايي نحطوه في الكسكاس. تو صايي الكسكسي نتاعي شاح، نحطه في الكسكاس تو يفور مع المرقه، ومن بعد نرجع لكم. تو الكسكسي نتاع القمح نتاعنا لازم مرتين نفوروه. صاي المره الاولى تفور صاي، خرجته من الكسكاس وحطيته. تو باش نحط شويه سقاء فوقه ونحركه ونعاود نرجعه. باش ناخذوا شويه سقاء من المرقه، ونخلطوا ونعاودوا نرجعوه للكسكاس يتفور مره اخرى. تو رجعته للكسكاس، نرش فوقه شويه فلفل اسود، ونخليه شويه يتفور، ومن بعد نهبطوه. صاي الكسكسي نتاعي حضر، صاي حطيته في الصحفه اللي باش نسقي فيها. وتو نحطوا الكسكاس ونصبوا السقاء كهو تقعد الخضره الفوق. بسم الله. نصبوا السقاء تو نحركه ونخليه يشرب السقاء نتاعو. على مرتين نسقيوه. تو المره الاولى نصبوا له السقاء ونخليه يشرب، وبعد مره اخرى نزيدو نحطوا له السقاء مره ثانيه. صاي الكسكسي نتاعي حضر اللي بالخضره وبالفول والخضر الكل.
سي كملت سقيته وزينته من فوق بشويه بيض مسلوق. وان شاء الله تعجبكم طريقتي في عمل الكسكسي بالخضره، وما تنسونيش في لايك وابوني قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.